بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقصتنا لهذا اليوم بعنوان مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مشاركة أصحابه في أبواب الخير، ويرغبهم دوما في معالي الأمور. ومثال ذلك قصة مبايعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بعد أن تأخر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قريش، وهو يفاوضهم على أداء النبي صلى الله عليه وسلم العمرة. فظن المسلمون أن قريش قد قتلت سيدنا عثمان رضي الله عنه، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على مقاتلة قريش. وكانت المبايعة تتم بمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تحت الشجرة التي سميت فيما بعد بشجرة الرضوان. فبعد أن بايع كل المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، ليكون عثمان رضي الله عنه شريكا معهم بأجر وثواب بيعة الرضوان. وفي هذه القصة قدوة للمسلمين في إشراك إخوانهم في أبواب الأجر والثواب، والحرص على تفقد الغائب منهم، وأن لا يضيع حق أحدهم في الخير إن غاب عنهم. وتدل على مدى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه.